أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم متابعينا الكرام أينما كنتم. مرحبا بكم. حلقة جديدة متابعينا الكرام، سنتحدث من خلالها عن الدوري المغربي الممتاز، البطولة أو الجولة الأولى لموسم 2023-2024. كما تابعتم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة، كانت مليئة بالأهداف، غريزة بكل الأهداف. جميع الفرق سجلت تقريبا في هذه الجولة. هذه الجولة متابعينا الكرام عرفت العديد من النتائج التي كانت مفاجئة، في حين باقي الفرق لا زالت تتخبط في بعض المعاناة. لكن في بداية الموسم مشاهدينا الكرام، الكل يعلم بأن الفرق لا زالت لم تحسم أمرها مع المدربين أو مع اللاعبين. فكما تابعتم مشاهدينا الكرام، المغرب الفاسي حقق فوزا مهما على المغرب التطواني هدف واحد، في حين مباراة أولمبيك أسفي وحسنية أكادير عرفت التعادل الإيجابي 1 لمثلها. أما اتحاد التوارقة مشاهدينا الكرام، ممثل الرباط الثاني، يفوز على اتحاد خميس الزمامرة طبعا، في حين اتحاد طنجة ينهزم أمام النادي السارمي. كما شاهدتم مشاهدينا الكرام، الاتحاد طنجة الموسم الماضي عانى الأمرين، وفي آخر الجولات منع من النزول إلى القسم الثاني، لكن بفضل يقظة اللاعبين الخبرة الذين اعتمد عليهم فريق اتحاد طنجة في آخر الموسم، وأبرزهم الكابيتانو محسن متولي، اتحاد طنجة استفاق وعاد من بعيد يضمن البقاء في الدوري آنذاك في الموسم الماضي. فهي بداية لم نكن نتوقعها. فأول مباراة ينهزم اتحاد طنجة بهدفين مقابل لا شيء أمام النادي الرياضي السالمية. يوسفية برشيد مشاهدينا الكرام ينهزم في عقر داره أمام الرجاء البيضاوي بعد أن دخل في مرماه هدفا مبكر في ال5 دقائق الأولى، لكن يعود من بعيد ويتفوق ب3 أهداف لهدف. نهضة بركان مشاهدينا الكرام في ديربي الشرق فاز على مولودية الوجدة، في حين كما شاهدتم متابعينا الكرام، النهضة البركانية السيطرة بالطول والعرض على أطول المباراة، وفاز نتيجة وأداء هدفين مقابل 0. المباراة الأخرى وهي الجيش الملكي مع شباب المحمدية الذي عانى الأمرين في الموسم الماضي، وها هو اليوم في الجولة الأولى ينهزم مع الجيش الملكي. الجيش الملكي مشاهدينا الكرام قدم مباراة جيدة، يعني أداء ونتيجة، وفاز بهدفين مقابل لا شيء. في حين متابعينا الكرام، الوداد البيضاوية العريق الأحمر ها هو لا زال يعاني مع بداية الموسم ومع مدربه الجديد عادل رمزي. الوداد ينهزم مع الفتح في مباراة لم يكن أحد يتوقع هزيمة الوداد، وها هو الوداد لا زال يتخبط في مرارة الهزيمة، وبعد خروجه من دور المجموعات من الكأس العربية، ها هو اليوم ينهزم في المباراة الأولى مع أبناء السلام الفتح الرباطي ممثل الرباط. كما تابعتم مشاهدينا الكرام، الوداد لم يقم بانتدابات كبيرة، في حين النصيري سيواجه تحديات كبيرة هذا الموسم، لأن جمهور الوداد جمهور عريق، وفريق عريق مثل الوداد دائما يطمح لتطلعات كبرى، وهدفهم الأسمى هو الألقاب، كما حققوا مواسم رائعة. كما تابعتم مشاهدينا الكرام، فالوداد لا زال أمامه العديد من الإكراهات، وبالخصوص عادل رمزي الذي قدم من هولندا ليكرس من تجربته طبعا هنالك في هولندا، ويريد أن يقيم مستوى جيدا ويضع فلسفة أكيد في الوداد، لكن لا زال أمامه العديد من التضحيات والإكراهات. وكل هذا وأكثر سنشاهد الوداد في باقي المباريات. هل سيتجاوز الوداد هذه المحنة وسيذهب في قطار أو في الطريق الصحيح، أم لا زالت هناك الانسجام ودراسة المدرب وفلسفته لم تفهم من طرف اللاعبين؟ كل هذا وأكثر سنشاهد بطولة ستكون بطبيعة الحال بين الفر والكر كلا الأندية، الكل سيواجه تضحيات وصعوبات، لأن نهضة بركان والجيش الملكي والرجاء البيضاوي والفتح الرباطي والوداد كل هؤلاء
سيريدون تحقيق البطولة لهذا الموسم، وهارد لك لكل الفرق الوطنية. نشكركم على حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية